الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. تتقطع ايده اللي عمل فيكي كده، بس برضه انت اللي غلطان. احنا طول عمرنا في حالنا، لا بندخل في مشاكل ولا لينا فيها. خلاص يا اما بقى اللي حصل. واد كان بيعاكس بنت غلبانه، كنت عاوزاني اشوف الغلط وما اتدخلش. انت لسه تعبانه يا كناريا؟ لا يا قلب امك، انا بقيت كويسه يا حبيبتي. كناريا، بس انا شفت فهد من البلكونه وهو داخل بيكي. هو كان فين وقت الخناقه دي؟ لا مفيش، هو كان معدي بس والواد جري من الناحيه التانيه. ما تكبروش الحكايه بقى يا جماعه. راويه والنبي ما تحكي حاجه مع فهد. اختي مش هحكي، اوكي كده مش ناقص. السلام عليكم. وعليكم السلام. عامله ايه يا حبيبتي دلوقتي؟ بخير؟ الحمد لله كويس، ما تقلقش. عندي يا فهد، انا هطلع بقى. استنى يا روقه عشان عاوزك. النبي اما بس خدي هندي واطلع بره شويه، عايز اتكلم معاهم. حاضر يا اخويا. يلا يا هندي يا حبيبتي، اقلي لك شويه بطاطس. يلا يا حبيبتي. احنا يا حبيبتي. خير يا فهد، في ايه؟ انا النهارده عاوزك ترفعي راسك لفوق وتبردي النار اللي جواكي. هتنامي مرتاحه بعد كده. اللي غدر بيكي مات. شامل مات؟ بس انا ما قلتش شامل. ما احنا كنا بنحكي يعني مع بعض وانا فكرتك حكيت لها. المهم دلوقتي انت ليك دخل في اللي حصل ده يا فهد؟ لا، ربنا كان رايد له يموت موتة ربنا قبل ما اوصل له واقتله بايدي. مات محروق. المهم انه واخد جزاؤه. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ الراجل ده وراني اسود ايام في حياتي. انا كنت خايفه عليك منه يا فهد. ما تخافيش، ربك سترها. فهد، احنا خلاص ملناش غيرك. عشان خاطري شيل حكايه الانتقام بتاعت عمك وتوفيق التمساح دي، وخلينا نعيش زي بقية خلق الله. ولو مش عشان خاطري، عشان خاطر راوي. كناريا عندها حق يا فهد. انا حاسه بيك وبالنار اللي جواك، لاني عشتها معاك يوم بيوم. بس خلاص، مهما عفرت ومهما حاولت، اللي راح ما بيرجعش يا فهد. انا مش عايز اتكلم في الحوار ده دلوقتي. انا كل اللي شاغلني ازاي امك هان عليها عمد الجرح وعملت فيه كده، وازاي هان عليها عيالها.